في رجالة مش خايفة من الجوازة التانية ولا حتى من المحكمة، خايفة من كلمة خاين لما بتتقاله وهو ما عملش حاجة. مجرد ما يبص يتقال بيبص على واحدة، ولو مسك تليفون واتأخر شوية يتقال أكيد بيكلم واحدة، ولو قال لمراته أنا مش مرتاح يتقال له عشان عايز تتجوز غيري. كل تصرف محسوب، كل نظرة مراقبة، كل كلمة متفسرة على مزاج اللي قدامه، ويتحول البيت من بيت راحة لمحكمة، والست بقت القاضي حتى لو خيالها بيصور لها اي حاجة. جوه كل الكلام ده الراجل بيسكت مش لانه غلطان ولا ضعيف، بس علشان يحافظ على بيته، عشان ما يخسرش عياله. بس كل ما يسكت التهمة تزيد عليه اكتر وتتحول من شك لقضية، وفي لحظة ممكن يلاقي نفسه واقف فعلا في المحكمة ويتحاكم على حاجات ما عملهاش، نفقة، طلاق، تشويه سمعة، وهو اللي كان ساكت علشان البيت ما يتخربش. هو غلطان ولا كان عايز يكون بني آدم؟ ليه كل راجل بقى لازم يدافع عن نفسه وهو ما غلطش؟ ليه من الطبيعي يبقى دايما متهم؟ الشك لما يزيد بيتهد البيوت، والراجل لما يحس انه مش آمن في بيته بيهرب حتى لو فضل موجود جواه. ما تظلمش اللي سايب الدنيا عشانك، ما تحولوش من سند لخصم، ولو في مشكلة اتكلموا مع بعض مش تتحاكموا. راحت بالك مش في السيطرة ولا في الشك، راحت بالك في الأمان، وإن البيت يكون حضن مش قفص. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك سيب لي تعليق أو ابعته لحد محتاج يراجع نفسه قبل ما يخسر. أشوفك الحلقة الجاية، وراحت بالك أهم.